يا جماعة أنا اكتشفت إن الشهادات العالية ما بتعليكش الفهلوه المصرية. من كام يوم كنت في كورس دكتوراه في كل الكليات مش في طب بس، واللي شفته خلاني أتأكد إن البحث العلمي في مصر متجه لمكان جميل خالص. في لقطة كده اتطلب مننا assignment والدكتورة قالت بالحرف يا جماعة هنتوزع جروبات 5 ماكسيمم في الجروب، ولو عايز تقدم لوحدك ممكن تقدم لوحدك من غير ما تدخل في جروبات. واضحة؟ لأ مش واضحة. إحنا قعدنا ساعة و5 دقايق أسئلة بقى. طب يا دكتورة إحنا 3 ينفع نقدّم مع بعض؟ ما أكيد يا دكتورة يعني أنتِ بتقدّمي في دكتوراه فعارفة إن ال3 أصغر من 5. طب ينفع أقدّم لوحدي يا دكتورة؟ ما هي الست لسه قايلة ربنا يبارك لها نقدر نقدّم لوحدنا، فإحنا إيه بنفاصل في سوق خضار والّا إيه؟ ساعة و5 دقايق بالضبط، وبعدها بقى فقرة الوحش، الغياب. الدكتورة قالت هنكتب اسمنا رباعي والكلية والجامعة. سهلة؟ لأ مش سهلة، 30 دقيقة من دكتورة أنا كتبت اسمي ظاهر عندِك؟ ما يا حبيبي إحنا مش في سنترال ما هو باين على الشاشة. دكتورة أنا الكيبورد عندي بايظ ممكن حد يكتب لي؟ دكتورة أنا في كلية 7 أكتب كليتي والّا كلية حضرتك؟ يعني لأ نكتب كلية الجيران ونيجي بقى نوزع البركة علينا كلنا. فأنا قررت من موقعي هذا إن أنا هاسيب الدكتوراه دلوقتي على جنب وأفتح محل كيبوردات أدّيها للناس اللي مش عارفة تكتب اسمها علشان الكيبورد عندها بايظ. وبهذا تستحق عن جدارة لقب الإيبك أوف ذا ويك، مش الإيبك أوف ذا داي، الإيبك أوف ذا ويك. قولوا لي بقى إيه أكتر حاجة إيبك سمعتوها في محاضرة أونلاين قبل كده؟